احنا ايه الفكره من ان احنا بنعمل بزنس اكاونت او ليه بنعمله؟ البزنس اكاونت ده بيساعدني ان انا جواه اقدر اعمل حاجه اسمها اد اكاونتس. فالاد اكونتس دي انا اقدر اتحكم في ان انا اشتغل في كل اد اكونت على حاجه معينه. انا دلوقتي شغال على اكتر من منتج، وكل منتج فيهم انا هصرف عليه بادجت معين. حابب ان انا اقسم الشغل بتاعي ما يكونش كله على اد اكونت واحد، او كله ما يكونش في مكان واحد، علشان اقدر اصرف بادجت اكبر واقدر اتعامل بشكل احسن في الاعلان. فبقدر عن طريق البيزنس اكونت ان انا اقسم جوه البيزنس ده مجموعه من الاد اكونت. ده غير ان فكره البيزنس نفسها هي سيكيورد اكتر من ان انا اشتغل على الاكونت الشخصي بتاعي، لان انا مثلا هنا انا عندي ده الاكونت بتاعي، لو دخلت عليه هقدر ان انا اعمل من عليه كامبينز عادي جدا، هقدر ان انا اشتغل من عليه ما فيهوش اي مشكله. بس لو الاكونت ده حصل فيه مشكله بعد كده، لو حصل ان هو اتقفل من الفيسبوك، لو حصل له اي مشكله، انا مش هقدر اشتغل على اي حاجه تاني، ولا عليه ولا على غيره. ففكره البيزنس بتساعدني ان انا احمي الاكونت بتاعي الشخصي العادي جدا اللي انا اصلا بشتغل منه، واكون ادمن او اكون اونر لكل البيزنسز دي، واقدر من خلالها اشتغل على اكتر من اد اكونت، وفي نفس الوقت اكون بحمي الاكونت بتاعي. طيب انا عشان اعمل بيزنس اكونت انا بعمل ايه؟ انا باجي هنا كده في السيرش وبكتب بزنس مانجر. طيب بزنس مانجر دي بتطلع لي ان انا عندي لينك كده ان انا اكرييت بزنس اكونت. لما بدخل عليها بيدخلني فورا على الفيس دي ان انا اقدر اكرييت بزنس اكونت. عندنا لما بننزل في البيج دي تحت شويه، لو انا ما عنديش بزنس خالص ودوست على ستارت ناو، هيبدا يدخلنا على ان احنا نعمل بزنس. بس انا اوريدي عندي اكتر من بزنس، فاول لما بدوس عليها بيدخلني على الاكونتس الموجوده عندي. فانا هنزل تحت شويه هنا كده وهدخل على اللينك التاني اللي هو حاطه، وهلاقي قدامي كرييت ان اكونت. اول لما بدوس كرييت ان اكونت هو بيفتح لي ان انا اعمل بزنس جديد. البيزنس ده اول حاجه انا بختار الاسم بتاعه عادي جدا، كل الفكره كلها بس انه اول حاجه ما يكونش فيه اي علامات ولا نجمه ولا شباك ولا بلس ولا اي ساين من الساينز دي خالص، ويكون اول حرف فيه كابيتال. اسم البيزنس بتاعي عادي جدا اللي انا حابه اعمله، وهنا هو اوتوماتيك بيحط اسم الاكونت اللي انا عامل بيه لوج ان للفيسبوك. لازم احط الميل بتاعي لانه بيبعت لي فيريفيكيشن كود على الميل ده. انا هاجي هنا عند الثلاث شروط دول، تمام، وهلاقي مم. حاجه اسمها بزنس سيتنج. هي دي اللي انا محتاجاها. احنا علشان نعمل سيتنج للبيزنس بتاعنا اصلا، انا بكون محتاج ايه او ايه الاوبشنز اللي انا بقدر استخدمها في البيزنس ده؟ انا عندي اكتر من حاجه. اول حاجه عندي ان انا بحتاج اضيف اشخاص تانية يكونوا موجودين معايا في البيزنس يقوموا بمهام معينه، زي ان هم يدخلوا يعملوا كامبينز معايا، او ان هم يدخلوا يعملوا الريبورتس بتاعت الاعلانات بعد كده، او ان هم يدخلوا يكونوا مسؤولين عن اي رول انا بحددها لهم جوه البيزنس ده. فكلمه بيبول اللي موجوده في الاول دي فوق على الشمال، مم. هي دي اللي بتخليني اتحكم في مين الناس اللي تدخل تشتغل على البيزنس بتاعي، وكمان ايه الرولز بتاعتهم. يعني هنا مثلا انا في اكونت اسمه حسام العمدة. الاكونت ده ليه فول كنترول على البيزنس ده. يعني ايه فول كنترول؟ يعني بيعرف يشتغل على البيزنس ده كأن بالظبط صاحب البيزنس نفسه اللي بيشتغل. بيقدر ان هو يكريت الكامبينز، بيقدر يعدل عليها، بيقدر يشوف النتائج، يشوف الريبورتس كلها، يعمل كل حاجه ممكنه في الاد اكونت او في البيزنس اكونت. طيب في اكونت تاني اسمه محمود. الاكونت ده ليه partial access. يعني ايه؟ يعني هو ليه جزء بس، يقدر مهمه معينه يقدر ان هو يقوم بيها، ما يقدرش يتخطاها. طيب بحدد ده ازاي او بضيف الناس دي ازاي؟ سهله جدا. ان انا باجي فوق كده بدوس اد بيبل، وبكتب الميل بتاعهم، مش الاد مش اسم الاكونت بتاع الفيسبوك. انا لازم بكتب الميل اللي هم عاملين بيه الفيسبوك، عشان يروح لهم انفيتيشن على الميل ده ويبداوا يقبلوها ويدخلوا عندي على البيزنس. تمام. فانا هنا بعمل حاجه اسمها انفيتيشن ان هم يدخلوا، زي كده ما بعمل انفيتيشن او ببعت انفيتيشن للينك الزوم علشان الناس تبدا تدخل. الجزء الثاني اللي هو بارتنرز ده بيكون ليه علاقه اكتر بالشركات. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا شركه شغاله بس هدخل في كولابوريشن مع شركه تانية، والشركتين بيشتغلوا اعلانات، والشركتين عندهم البيزنسز بتاعتهم والاد اكونتس بتاعتهم. فانا بدل ما بدخل فرد واحد بس من عندي او اكونت واحد بس من عندي عندهم والعكس، لا، احنا بنعمل حاجه اسمها بارتنرز، اللي هو انا بقدر اطلب ان انا يكون ليا اكسس بالبيزنس بتاعي كله
على البيزنس بتاعهم، او هم كمان يكون ليهم اكسس بالبيزنس بتاعهم على البيزنس بتاعي. فكده كل الاشخاص اللي موجودين على البيزنس بتاعهم يقدروا يشوفوا كل الداتا اللي موجوده على البيزنس بتاعي، بدل ما اقعد ادخل فرد فرد منهم. فعندي تو اوبشنز، يا اما ان انا اصلا عارفه الاي دي بتاعهم، البيزنس اي دي، اللي هو انا باجي هنا مثلا البيزنس اكونت ده، لما باجي عند بيزنس انفو انا بلاقي فوق كده البيزنس اي دي. فيا اما انا بكون عارف البيزنس اي دي ده وببدا اكتبه، فخلاص انا بريكوست الاكسس من البيزنس اي دي ده، او ان انا بروح اطلب منهم ان هم يبعتوا لي ان هم ياكسبت الريكوست بتاعي. الجزء الثاني انا عندي اول حاجه هنا اسمها بيجز. البيجز دي حاجة مهمة جدا 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 جدا. دلوقتي انتشرت الفترة اللي فاتت حاجة كده ان بيتبعت على كل البيجات اللي موجودة لينك في شات، يعني في صورة شات على الماسنجر او على البيزنس، على البيزنس سوت، انه البيج بتاعتك هتتقفل، البيج بتاعتك هيحصل فيها مشكله، احنا بنسبورت، وانه تبدا ان انت تدخل على اللينك ده علشان تقدر تحل المشكلات. ايه فايده بقى ان انا اكون رابط البيزنس بتاعي او رابط البيج بتاعتي بالبيزنس؟ ان البيزنس ده بيكون هو الاونر بتاع البيج، مش بيكون فرد، مش بيكون اكونت. فلما باجي ادخل او اي حد يدخل ان هو يحاول يعمل اي حاجه في البيج، مش بيقدر ابدا حتى لو هو ادمن، ما يقدرش ان هو يمسح البيج، ما يقدرش ان هو يedit اي حاجه في البيج خالص. ليه؟ لان الاونر هو البيزنس اكاونت اللي انا اصلا صاحب البيزنس اكاونت ده. فانا بخلي البيج بتاعتي مور سيكيورد اكتر بالطريقه دي. طيب انا بضيف البيجات بتاعتي ازاي؟ انا عندي اكتر من طريقه. يا اما ان انا ادمن على البيج، خلاص بدوس اد بيج وباجي اكتب اسم البيج اوتوماتيكلي، فالبيج بتظهر لي فبختارها، فخلاص كده هي اتربطت بالبيزنس بتاعي. تمام، انا كده كده ادمن في البيج. او مم. الطريقه الثانيه ان انا بريكوست اكسس تو ا بيج، انا مش ادمن بس انا صاحب البيزنس، فهبدا ابعت للادمن بتاع البيج انه يقبل الريكوست ان انا اضيف البيج دي عندي في البيزنس. الاخيره انا ما عنديش بيجات اصلا، او عندي بيجات بس مش هي دي اللي انا هربطها، فهبدا اكريت نيو بيج كاني بقى بكريتها من فيسبوك من الاول خالص عادي جدا. الجزء اللي بعد كده هو جزء الاد اكونتس اللي كنت بتكلم فيه في الاول. الاد اكونتس دلوقتي مثلا ده بروجكت انا شغاله عليه او احنا شغالين عليه. فانا بشتغل في دوله السعوديه، وبشتغل في دوله الكويت، وبشتغل في دوله الامارات، وبشتغل جوه مصر. فانا مش عاوز يكون كل الداتا بتاعتي او يكون كل الشغل بتاعي على اد اكونت واحد، لاسباب كتيره جدا. اول حاجه ان انا محتاج اصرف سبونسر كتير، فمش محتاج الضغط كله يكون على اكونت واحد، انا محتاج اكبر الاكونتات بتاعتي، ومحتاج اوزع البادجت بتاعتي على اكتر من اد اكونت. الحاجه التانيه انه لو لا قدر الله حصل اي مشكله في اي وقت في الاد اكونتس، احيانا بتحصل باجز في السيستم بتاع الفيسبوك لسبب غير معلوم، ان كل الاكونتات تتقفل، او ان يفضل يقفل في اكونتس واحد ورا التاني واحد ورا التاني بسرعه جدا ومن غير اي اسباب معروفه. علشان ما احطش نفسي في الموقف ده والاقي ان انا كل شغلي وقف مره واحده، لا انا بقسم الشغل بتاعي على اكتر من اد اكونت، عشان يكون عندي سبير للاكونتس اللي لو حصل فيها اي مشكله فانا ما عطلتش، انا لسه شغال زي ما أنا. فانا بضيف الاكونتس دي ازاي؟ نفس الثلاث طرق تقريبا هم واحد. يا اما ان انا بادن اد اكونت، يعني انا اصلا في اد اكونت موجود في بيزنس تاني عند حد فانا بضيفه عندي وهبدا اشتغل عليه. برضو الاد اكونت اي دي اللي هو زي ده كده بيكون موجود عادي جدا، وبيكون موجود عند صاحب البيزنس يقدر ان هو ياخده كده. او ان انا الطريقه التانيه ان انا بريكوست اكسس من حد تاني، حد تاني هو صاحب البيزنس، وانا ببعت له طلب انه لو سمحت اقبل ان انا اضيف الاد اكونت ده عندي. او الاخير وده اللي احنا بنستخدمه، ان انا بقى اكريت نيو اد اكونت اصلا. لما باجي كريت نيو اد اكونت بياخد مني الداتا بتاعتي اللي هي عباره عن اسم الاكونت اللي انا محتاجه اللي انا هعمله، والحاجه التانيه التايم زون اللي انا شغال فيها، انا شغال فين بالظبط ايه الدوله اللي انا شغال بيها، ايه العمله كمان اللي انا هشتغل بيها الاكونت، هشتغل بالمصري، هشتغل بالدولار، هشتغل استرليني، هشتغل اماراتي، هشتغل ريال سعودي، هشتغل ايه بالظبط. فببدا اديله كل البيانات دي واحدد له كل البيانات دي. احنا لما بنيجي خلاص اخترنا الاسم، حطينا التايم زون، حطيت العمله اللي انا هشتغل بيها، اول لما بقول له نكست هو بيدخلني اوتوماتيك، بقول له ان البيزنس ده بتاعي عادي جدا.
بيوديني على طريقة الدفع اللي انا هبدأ اتعامل بيها. حضرتك في الكويت ولا في السعودية؟ خلي الكويت صح؟ كويس اه. طيب حلو قوي. لما بدخل هنا انا اوريدي كنت ضفت ناس موجودين عندي صح؟ فبيبدأ تمام. يقول لي انت مين الناس اللي عاوزهم يكونوا ادمن على البيزنس ده، ويعملوا ايه بالظبط على البيزنس ده. فانا اخترت مثلا ان انا الاد اكونت ده انا هدخل فيه كل الناس اللي انا اصلا مدخلاها على البيزنس بتاعي، بس هخليهم كل اللي يقدروا يعملوه ان هم يفيو بيرفورمانس بس. يعني ايه يفيو بيرفورمانس بس؟ يعني مجرد ان هم يبصوا على النتائج بتاعه الاعلان، يشوفوا كم مسج جت، كم كونفرجن اتحقق، صرفت كام، مش اكتر ولا اقل. ما يقدروش ان هم ولا يفتحوا كامبين، ولا يعملوا ايديت على كامبين، ولا يعملوا اي حاجه خالص. طيب لا، انا عاوز دورهم يكون اقل من كده شويه. انا عاوزهم بس يكونوا كل اللي بيقدروا يعملوه ان هم يعملوا لي الموكبس اللي موجوده على فيسبوك، اللي هي ليها علاقه بالديزاينز اللي بتتعمل، الديزاينز والفيديوز. مش عاوزهم يكون ليهم علاقه بحاجه اكتر من كده، وده رول صغير جدا جدا جدا. طيب لا، انا عاوزهم يكونوا بيمانج الكامبينز، بيعملوا كل حاجه في الكامبينز، بيكرييت وبيأدت وبيشوف الريبورتس وبيشوف الادز وبيعمل كل حاجه، بس ملهوش فول كنترول. ما يقدرش ان هو يدخل يشيل حد من البيزنس او يضيف حد تاني. لا، هو اخره ان هو داخل شغال جوه الاد اكونت، يعني ما يقدرش بيعمل اي حاجه تانية اكتر من كده، ولا يقدر يضيف حد، ولا يقدر يخرج حد، ولا يقدر يعمل اي حاجه. لان انا لو دخلت حد ادمن معايا ليه نفس الصلاحيات بتاعتي انا كاونر للبيزنس ده، يعني لو قلت مانج اد اكونتس، هو بيقدر يعمل كل حاجه في البيزنس ده، هو ممكن يدلتني انا شخصيا من البيزنس ده كله. بس تمام. انا في نفس الوقت بكون محتاجه ان الناس يكون ليها اكسس على كل الكامبينز وكل حاجه. فخلاص مش هديله فول كنترول، بس هقدر اديله ان هو يمانج الكامبينز بشكل كامل، يعمل كل حاجه في الكامبينز. الناس دي تراستد بالنسبه لنا، فانا يعني هخليهم ان هم يمانج الاد اكونتس عادي، مفيش مشكله. اول لما بدوس اساين بينقلني على حاجه مهمه جدا، البيمنت. لما بدوس بيمنت انفو او اد بيمنت انفو هيدخلني على العمله اللي انا هدفع بيها. حضرتك مثلا في الكويت فهتبدا تدفع بالدينار الكويتي، وهتبدا تتعامل بيه وتحط الزوم بتاعه الكويت. تمام. ومش تمام. هيكون عندك مشكله في البيلنج بره مصر، لانه ما اعتقدش ان في تقنين للدولار بره، او انت تقدر تستخدم الفيز بتاعتك عادي، الديبت كاردز شغاله عادي. شغالة اه. بالظبط، احنا المشكله عندنا هنا هتبقى يعني في مصر. فاحنا خلاص هنغير الدوله، هنخليها الكويت، وهنخليها الدينار الكويتي، وهنحط التايم زون وكل حاجه. لما بندوس نكست، لما بدخل الديبت كاردز، لما بدخل بيانات الديبت كارد بتاعتي، ايه اللي هيحصل؟ في حالة حضرتك لما هتدخل الديبت كارد هيفتح لك حاجة اسمها outstanding account. يعني ايه outstanding account او account مديونين؟ يعني حضرتك تدخل تعمل كل الكامبينز بتاعتك، والكامبينز تشتغل، وبعد كده يبدأ يجي يحاسبك عليها كأنها نظام فاتورة. هو دلوقتي بقى بيسحب بحاجة، أو بقى بيسحب رسوم تانية اللي هي 14%، بقى ياخد 14% ضريبة. ده بالنسبة للأكونتات الأوتستاندنج. في نوع تاني من الأكونتس، وده اللي بقى شغال جوه مصر دلوقتي، أو ده اللي بقى متاح بالنسبة لنا علشان طرق الدفع، اللي هو فوري. أنا يا إما بدفع عن طريق اللوكال كاردز، البطاقات المحلية اللي هي بقت ميزة والحاجات دي، والديبت كاردز العادية، أو إن أنا بدفع مم. عن طريق فوري. الاوبشنز دي بتفتح لي بقى حاجة تانية، بتفتح لي نوع اكونت تاني. نوع الاكونت التاني ده هو اكونت حاجة اسمها بريبيد. يعني ايه بريبيد؟ يعني هات الفلوس الاول، وبعد كده نبدأ نتحاسب، بعد كده تقدر تشتغل اصلا. دي السيتنجز بتاعت البيزنس نفسه، ان انا خلاص عرفت بالظبط مين الناس اللي هقدر ادخلهم عندي في البيزنس بتاعي، هربط البيج بتاعتي ازاي علشان تكون سيكيورد اكتر، هشتغل ازاي باكتر من اد اكونت، وهعمل بيزنس اصلا ازاي.